مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم مجال للكلام. النهارده هنتكلم عن الفنان اللي اتلقب بملك الكوميديا البسيطة. عايزين تعرفوا هو مين؟ هقول لكم بعد الفاصل. عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المره دي. النهارده هنتكلم عن الفنان عبد الفتاح الأسري. اتولد في حي الجمالية في القاهرة 1905. كان بينتمي لأسرة غنية. والده كان راجل تاجر ذهب من الطبقة الأغنياء، وكان نفسه جدا ابنه يتعلم المجال دوت، لغاية إن هو حتى ما كبر ما حبش يخش في المجال ده ودخل في مجال التمثيل. من صغره كان بيحب التمثيل والمسرح قوي. بدأ حياته الفنية اشتغل في فرقة علي الكسار، بعد كده راح لفرقة نجيب الريحاني، ومن هنا بدأ نجوميته، ومن هنا بدأ يضحك الناس والناس تحبه بخفة دمه، واشتهر بالدور ابن البلد. لغاية النهاردة الناس ما تشوفه تفتكر كلمته الشهيرة وجملته كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا. ومن إنجازاته إن هو لغاية النهاردة اشتغل مع ممثلين كبار جدا زي إسماعيل ياسين، علي الكسار، نجيب الريحاني. عمل أكتر من 60 فيلم سينمائي كوميدي، أشهرهم عنتر ولبلب، الستات ما بيعرفوش يكذبوا، ابن حميدو، شارع الحب. أفلام كتير جدا لغاية النهاردة ما تشوفها لازم تضحك عليها. الجوائز التي حصل عليها هو ما حصلش على جوائز كتير، بس حصل على أهم جائزة، وهي جائزة حب الناس. لغاية النهاردة الناس بتعشق حاجة اسمها عبد الفتاح الأسري. أما في حياته الشخصية، على قد ما كان ناجح في حياته الفنية، في حياته الشخصية كانت مأساوية شوية. اتجوز أكتر من مرة، لكن في جوازته الأخيرة مراته اتخلت عنه في مرضه الأخير اللي سبب له فقد في النظر، ما كانش بيشوف. اتخلت عنه في أهم وقت هو عايزها، لدرجة فضل في المستشفى لغاية لما مات 1964. في آخر الحلقة، يعني أصعب حاجة في الدنيا إن الإنسان أقرب حد ليه يتخلى عنه وهو في أزمة أو في شدة. الإنسان بيبقى محتاج له زي العيل الصغير والطفل، إن هو يطبطب عليه. فيا ريت ربنا ما يوقعكوش في أزمة، وكلنا نفضل مع بعض، وربنا ما يجيبلكوش أي شر. وكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ومجال جديد للكلام مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.